صحيفة العارضة. أيضا كان استفادة من الأخ عمر قاسم حريصي، عبد الله حريصي جزاهم الله خير في البداية. أيضا الأخ عبد الراجحي كان برضو له لمساته أيضا البارزة من خلال الأخبار. أيضا كان لنا تفاعل من جانب التغطيات الإعلامية التي تهم بعض المواطنين، يعني ولم نجد أي جهة يعني تم التخاطب معها. يعني احنا في بعض الموضوعات يعني نحاول نعرض الموضوع بصورة سيئة دون أن نتواصل مع أي مسؤول، وهذه في بعض الصحف يحصل هذا الأمر. لكن عندما تتواصل مع المسؤول تنتظر منه يعني إجابة شافية، يعني معالجة الموضوع. يعني هذه قد تكون يعني وسيلة أفضل من الصدام والعداء، يعني من وجهة نظر أرى ذلك. يعني كان في تواصل مع إدارة مرور أبو عريش وكذلك بلدية أبو عريش، وليس مجامل الأخ سعود، ولكن كان في موضوع على طريق الممشى كان هناك رقميات في نص الخط، مقفل نص الخط. لما تواصلنا مع إدارة المرور وكذا ما الشباب تواصل معي وكانت شدنا، تواصلنا مع البلدية، تواصلنا مع المقاول المسؤول وتم يعني إزالتها. يعني الإعلام هو هدفه أنه يكون نقلة للأفضل دائما، وأيضا حتى المسؤول يشعر بأنك أنت أيضا مساند له وليس معادي له في هذه الناحية. يعني أتمنى أنه دائما الإعلام يبقى كصورته المشرقة دائما في قلوب المسؤولين وغيرهم، وأيضا ينقل صورة الحقيقية في حالة يعني التكاسل، في حالة عدم يعني نقول عدم المبادرة لإصلاح شيء. فنتمنى يعني أن يكون هو صوت المواطن الحقيقي وليس العدائي كما ذكر أخونا عبد الراجحي. أي مشكلة تصير مباشرة أخذ قلمي وأكتب. فرصة سعيدة، شرفنا فيكم جميعا، الأخ عبد الله، الأخ أحمد أيضا، والأخ خالد، والأخ سعود. الشكر لكم، الشكر للأخ إبراهيم وعزام على هذه الديوانية أيضا، والأخ سعود على مبادرته في إدارة نادي اليرموك. شكرا لكم.